حلوين يا اللي مفيش احسن منكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن الاحوال. جايه لكم النهارده في فيديو جديد في مطبخ خلانار. وحشتوني كتير كتير يا حبايب قلبي من الفيديو اللي فات. شكرا على اخواتي وحبايبي اللي واقفين جنبي، ما تحرمش منكم. شكرا على اللايكات الحلوه. لو ان اللايكات انتم مقصرين فيها شويه بس مش اشكال، الله المستعان. تكفي بس اللي اخواتي وحبايبي بيتفرجوا عليا، ما تحرمش منكم يا حبايب قلبي. بس ساعه لما تشوفوا الفيديو متنسوش تحطوا لايك حلو كده يا حبايب قلبي، لان انتوا بتخشوا تتفرجوا على الفيديو وما بتحطوش لايك، واللايك ده بيفرق. اللايك مش بفلوس يا حبايب قلبي، كل مره اقول لكم اللايك مش بفلوس. حطوا لايك كده حلو كده لاختكم عشان اخواتي وحبايبي يشوفوا الفيديو والفيديو يتشاف يا حبايب قلبي. يلا يا حبايب قلبي نشوف هنعمل ايه. بس قبل ما نعمل ونخش في الفيديو، لايك حلو، كومنت حلو، وكل سنه وانتم طيبين يا احلى متابعين. هلا نور. يلا يا حبايب قلبي النهارده هنعمل صينيه كيكه كده للاولاد، سهله وبسيطه وعلى قد الايد. لو ان مفيش حاجه عدت على قد الايد اصلا يا حبايب قلبي، بس الله المستعان. قلنا نعمل صينيه كيكه كده العيال يقوموا يفطروا منها، ونشوف هنعمل ايه. قبل ما ابدا في الكيكه هولع الفرن الاول يا حبايب قلبي، على اساس ايه؟ اوطي عليه بالراحه كده يسخن عقبال ما احنا نحضر مقادير الكيك. يلا قوموا يلا قوموا شجعوا واعملوا صينيه كيكه كده لعيالكم. والعيال خلاص بقى على الامتحانات، ربنا ينجحهم يا رب ويوفقهم وما يخسرهم يا رب بحق جاي النبي. يا رب ينجح كل عيالكم وعيالنا يا رب، وتشوفوا اللي نفسكم فيه، اللي ما حققتوش في نفسكم تحققوه في عيالكم يا حبايب قلبي. يلا يا حبايبي حطوا اللايك وقوموا يلا نشوف هنعمل ايه. هنا حبايب قلبي بقى هولع الفرن اهو، واسيبه براحته كده يسخن براحته عقبال ما احضر. هسيبه بالراحه كده، مش هعلي ازيد من كده. هولع بقى تحت كمان اهو. موطيه خالص اهو يا بنات، علشان اخلص انا براحتي بقى واقعد اعملها براحتي، يكون هو سخن خالص. انا موطيه خالص اهوت علشان ما شعللش يبقى الفرن سخن قوي. فانا موطيه خالص والناس اهو لغايه لما نعمل بقى الكيك. يلا فتح يا حبايب قلبي. بقى اول حاجه هعملها خالص هدهن الصينيه زيت اهو قبل ما اشتغل في اي حاجه. هسه راح احط لي برطمان السمنه بعد كده، وهدهنها اهو يا بنات بالفرشه علشان احطها على جنب بقى كده، يبقى الصينيه اتدهنت معايا. هدهن الصينيه كلها كده اهو علشان الكيكه ما تلزقش منك في الفرن. وهدهن برضو في الحروف بتاعتها كده، تديني الحروف برضو علشان ما تلزقش اهو يا ولاد. كل الحروف كده اهو تدي. تديناها حلوه كده علشان زي ما قلت لك ما تلزقش معاكي. وتحط فيها زيت اهو يا بنات. حط دي فين؟ بصوا، ونقوم جايين بالدقيق، رشين كده شويه دقيق علشان برضو نبهرها بالدقيق كده وما تلزقش اهو يا ولاد كده. اول حاجه عملتها اهو الصينيه دهنتها اهو يا حبايبي كده. بقى الكيكه تطلع معاك الخلطه بخرطتها وما تتهرش منك خالص. هركن بقى الصينيه دي كده على جنب اهو. انا كده دهنت الصينيه. اشد بقى صينيتي دي معايا برطمان الدقيق، نفضي الدقيق الاول. ده الدقيق اللي انا بستخدمه في اي حاجه يا ولاد، ما بستخدمش الا الدقيق دوت جميل في منتهى الجمال وبيديكي نتيجه. بيتزا بتاع كيكه، بتعملي قرص، بتعملي اي حاجه
استخدامي من الدقيق دوت ما بغيروش خالص يا بنات. هنحط كده الدقيق اهوت، بعبيه في البرطمان ده، ويبقى عندي بقى ايه، اجي اعمل الحاجه يبقى موجود. همسه اوعى هاتلي معلقه. هاخد بقى من دوت واسيب دوت للاخر. احتجت من البرطمان ده هاخد منه، ما احتجتش خلاص. هنا بقى المكونات معايا ايه. هاتي يا همسه برطمان السكر فاضي فين؟ هاتي كده. همسه مفضيه. هشوف. هنا معايا البيضه اهو يا بنات، ولبن، ومعايا عصير. هاخد بس كيس من دوت وكيس عادي. طب خلاص في واحد تاني فاضي. لا لا تعال معايا. ما تكملي يا ماما. مش ضروري بقى عشان ده خشن ودينا يعني. هنحط خشن على ناعم. ما هو ده تحت وده فوق، مش مخلوق، مش هيبقى مخلوق. لا مش هينفع. هنا يا حبايب قلبي بقى معايا شفشق الخلاط اهو. شوفوا بقى المقادير هتبقى ايه. امشي على المقادير دي يبقى معاكي كيكه جميله وناجحه وزي الفل. هحط الاول في الشفشق السوائل الاول. معلش يا همسه حطيلي المقص. هحط السوائل الاول يا حبايب قلبي، اللي هو العصير والبيض والحاجات دي قبل السكر وقبل الدقيق والحاجات دي. انت بتوطي على اساس انت ما انتش جايه يعني. بصوا يا حبايب قلبي، هنعاير الدقيق هنا الاول على اساس ايه ما يبقى. هنعاير الدقيق الاول. انا هعمل الصينيه دي زي ما انا وريها لهم كده يا رنال. هعمل الصينيه دي يا حبايب قلبي. فالصينيه دي هتاخد 6 كوبايات دقيق. احتاجت شويه احتاجت، ما احتاجتش ما احتاجتش. فهحط هنا بقى ايه معايا اهو كوبايه هعاير بيها 6 كوبايات دقيق. ادي واحد، ادي واحد اهو، ادي كده 2، ادي كده 3، كده 3 اهو يا بنات. هاخد بقى من البرطمان اللي انا عبيته معاكم اهو. هاخد برضو 3 كوبايات زيهم اهو يا بنات. ادي واحد، كده 2، دي التالتة. يبقى انا كده خدت التلاتة. عايزه تعملي معيار واحد 3 كوبايات، مش عايزه تعملي المعيارين دول على الصينيه زي بتاعتي دي يبقى 6 كوبايات دقيق. اهو يا حبايبي. احتاجت شويه هحط لها، ما احتاجتش خلاص. يبقى كده 6 كوبايات دقيق. مع ال6 كوبايات دقيق بقى هيتحط ايه؟ الكيك شيف او المبودر. دي بيدي نفس النتيجه ودي نفس النتيجه، بس انا بحب اللي هو الكيك شيف دوت وبحب هحطه مع الدقيق اهو يا بنات برضه اهو يا حبايب قلبي. هحط الكيك شيف اهو. حطيت كيك الشيف اهو يا حبايب قلبي مع الدقيق. وهحط برضه ذره ملح صغيره خالص. شوفوا حاجه كده ايه ما تتذكرش، رشه صغيره خالص. وهمسك بقى الخليط دوت اهو. هقلب هعمله اهو يا ولاد بالراحه والطياره. امسكه كده اهو، تنخله كده اهو، وتقلبي في الكيك الشيف كده اهو على اساس ايه يبقى كله واخد من بعض.
احط ايدي بس عشان المروحه. تعالي همسك اقفل المروحه. بيفكرنا بخبيز ايام زمان ما كنا بنقعد نعمل الرده والدقيق والحاجات دي يا بنات. مروحه غلبة توقعوا، فتعالوا ما نعمل بيتنا احسن. انت كده هتوقعها اكتر. لا محافظه بقى على قد ما اقدر. اهو يا بنات ملفوش اي حاجه ولا في دبايه ولا اي حاجه. الدقيق ده انا معتمداه وبحب الدقيق دوت استخدمه. فالمهم يا حبايب قلبي بقى ان بس انا بعمله علشان خاطر الهوا كده ويبقى حلو. خليك شويه بره يا كريم. اهو يا بنات عايزه ايه يا كريم؟ مش هعرف انا قاعده ورا الباب. هنا يا حبايب قلبي الدقيق خلاص اهوت. اركنه بقى على جنب ونعمل الماده السائله اللي هو كوبايه لبن. ما عنديش لبن حليب او عندي في الفريزر بس مكسله اطلعه عشان كوبايه، فانا عندي الكيس دوت هكبه اهو. يبقى انا هنا كده معايا كوبايه لبن اهو يا ولاد. اهو عشان يبقى كوبايه. ومعايا ممكن تحطي كوبايتين اللبن وممكن تحطي كوبايتين العصير البرتقال. انا هحط كوبايه وكوبايه على اساس تبقى صفرة وحلوه. وبصراحه البرتقال ده بيخليها في حته تانية، فانا هحط لها برتقال اهو يا بنات علشان انا بحب البرتقال فيها. بصراحه بيديها نتيجه حلوه قوي. كده خلاص. وهحط تاني؟ هحط البيض برضو او احط الزيت الاول. هنا حبايب قلبي كده بقى هحط الزيت اهو برضو كوبايه زيت. يبقى انا هنا حطيت كوبايه لبن كوبايه عصير كوبايه زيت. هحط برضو هنا البيض اهو. هحط برضو 6 بيضات اهو يا حبايب قلبي. هصفي قوي كده اهوت من البيض وهحط زي ما قلت لكم 6 بيضات كده في الشبشب. لكل معيار 3 بيضات. عايزه تحطي ازيد من كده حط. انا ما بحبش ازيد من كده. عندي العيال ما بيحبوش فيها البيض، بيقعدوا يقولوا لك بتبقى زفر. لو ان انا ما بحطش فيها بيض كتير. عايزه تحطي فيها 8 بيضات حطي. انا حاطه فيها 6. كل ما تحطي بيض بتبقى حلوه برضك مش وحش. اهو يا ولاد. هحط على البيض بقى كيس الفانيليا دوت اهو يا بنات. ده بيخليها صفرة وبيخليها في حتة تانية برضه عن الفانيليا الظرف التاني. هحطها كده اهو بتدي صفار وبتدي نكهة حلوة للكيك. هضرب بقى الخليط ده في الخلاط اهوت. لسه ما حطيناش السكر، نسينا السكر. هحط السكر يا ولاد لو بتاع التومين حط كوبايه الا ربع. لو هو ابيض زي دول بتاع الدكان ده حط كوبايه كامله وممكن تحط كمان شويه على اساس اللي هو ده ما بيسكرش زي التاني. بتاع التومين بيسكر لكن ده ما بيسكرش. فبتاع التومين حط منه كوبايه الا ربع عشان ما تبقاش مسكره قوي. لكن لو بتاع التومين فهنا يا حبايب قلبي انا هحط بقى من السكر ده هحط كوبايتين. ممكن تحط كوبايتين وشويه على اساس دوت السكر زي ما فهمتكم ما بيسكرش. لو سكر التومين حط كوبايه الا ربع منه اهو يا بنات. هحط
كمان ايه شويه صغيرين. هنزلهم بقى كده ايه بالمعلقه اهو اللي في الكوبايه، عشان الكوبايه لازق فيها من اللبن والعصير ومن الحاجه. سيب التليفون. كيس العصير يا ولاد بيخليها ريحتها جميله وبيديها نتيجه حلوه قوي. جربوها بالبتاع ده بتبقى حلوه قوي وجميله قوي. انا يا امسه دخلي الحاجات دي اغسليهم وقلبي. يلا. هنا بقى يا حبايب قلبي نسيت احط طرطوفه سمنه صغيره، يعني ايه حته سمنه بس صغيره كده بتفرق برضو. نمسك بقى الخليط ده يا حبايب قلبي نضربه كلته لغايه لما يبقى فل القشطه. اضربه اول لما يبقى ايه فل. حطوا لايك يا بنات. هنا يا حبايب قلبي انا مستمريه اهو في الضرب علشان تتضرب حلو والسكر يدوب فيها وتبقى زي الفل. همسه لو تعرفي تجيبي لي خل حتيه. حطوا اللايك يا بنات، اهم حاجه اللايك حبايبي. اقفلي الخلاط ريحيه شويه واشتغل عليه شويه على اساس ما الخليط ما يبقاش تقيل يسخن لك الخلاط. فانت شغلي شويه واقفلي شويه، شغلي شويه واقفلي شويه. كده حلو قوي يا بنات عليه. كده بقى زي القشطه اهو، بقى زي الفل. هجيب بقى الخليط اهو. ما هياش تحت ولا فوق في الدرج. لا في الجنب في الدرج الشفش. بتاع بابا اللي ورا، صح؟ مش عارفه تشوف هنا يا بقى. حبايب قلبي هنزل بالخليط اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي خدي بقى الزيت يمس عليك. اقلب بالراحه خالص كده اهو علشان ما يبقاش فيها كتل عجين وتبقى محببه كده ومش حلو. فانت كبي براحتك كده اهو خالص وقلبي. احتجتي شويه دقيق حط، مفيش مشاكل. ترمي البتاع اهو يا بنات خدي الشفشق بقى اهو. كده هقلب كده اهوت. احط لكم فيها شوكولاته يا بنات؟ نفسي. فهنا يا بنات اهو بقول للمسه احط فيها شوكولاته بتقول لي نفسي. فرنان زعقت لها اللي هي بتقول نفسي علشان بتقول ايه الناس تقول ما بتاكلش، هي بتحب اللي هي الشوكولاته. فنشوف نعمل لها ايه شويه كاكاو عليها كده ولا مش ضروري، مش عارفه بقى نخليها كده ولا ايه. اهو يا ولاد قلب
جايباها من فوق لتحت كده اهو علشان الدقيق تحت. ريحتها جميله. الكيس اللي انا بحطه اللي هو بدل المبودر البتاع بدل الفانيليا هو اللي مخلي ريحتها حلوه برضك، مع عصير البرتقال مخليها في حته تانية يا ولاد. بس كده اهو علشان ريحتها جميله قوي. تنتك كده اهو بالراحه علشان خاطر بيبقى فيها دقيق متكلتم فيها، فلازم الدقيق دقيقه ما يبقاش فيها كده اهو يا ولاد. بقت زي القشطه اهي، بقت زي الفل. يا رب يجعل قرفتها لبن يا رب بحق جاي النبي. ننزلها بقى يا بنات في الصينيه اللي احنا دهنينها دي اهو. احط فيها شويه كاكاو، ايه رايكم؟ شوفي هي مش عايزه فيها كاكاو. يعني اعمل كده وكده؟ ما اعرفش. طب قومي امسح هاتي الكاكاو من جوه. الحق عليا. يبقى صبها وخلاص. هنا يا بنات هنزل بالكيكه اهو. اسيب بس الشويه دول اخلط فيهم حبه من الكاكاو وهكبهم عليها برضو. هاتي يا همس. بخلط يعني قيمه معلقه كده صغيره كاكاو، بتديها لون وبيبقى العيل فرحه، بتبقى مشكله. لو ان انا كنت عايزه اعملها من ده عشان اوريكم شكلها وحلاوتها، بس مش اشكال بقى طالما العيال عايزه خلاص. هنزل هنا اهو بشويه كاكاو اهو بس قيمه معلقه اهو يا بنات، وهقلبها بقى اهو. هقلبها كده اهو. طالما اللي العيال عايزاه اعمليه، اللي العيال تحبه اعمله لها. هقلبه بس حلو كده اهو علشان كلته يبقى شارب من بعض اهو يا بنات. اهو هنزل بقى برضك اظبط الصينيه كده اهو. وهنزل عليها برضه كده عشان ريحتها يا ولاد جميل. قوموا شجعوا واعملوا لكم صينيه يلا للاولاد كده. لو المقادير بتبقى موجوده في البيت بتسهل معاكي شويه عن ما بتشتري كل حاجه. كده خلاص اهو. اهو يا بنات كده انا خلصتها خالص اهو. بصوا بقى بالخله دي
اخرج الهواء اللي فيها كده. الهواء يخرج كده اهو منها. اوزعها كده على اساس ايه تبقى في كلها فيها ايه شوكولاته. كنيتي هعمل فيها كده اهو لغايه لما تبقى الشوكولاته تظبط فيها. منك الشوكولاته تنزل تتعمل فيها كلها، ومنها يا حبايب قلبي تخرجي الهواء اللي فيه. اوزع بس الشوكولاته كده اهو، لان هي اتحطت في حته واحده، فلازم تبقى كلها بقى معموله شوكولاته طالما العيال عايزينها بشوكولاته. الحته اللي هي فيها ابيض دي ندخلها جوه كده اهو، وناخد شوكولاته ونظبطها في الصينيه تاني، مفيش مشاكل اهو يا بنات. نظبطها بقى كده. الفرن والي عشان يسخن براحته اهو يا بنات. اظبطها بقى كده اهو. اودي الحته اللي فيها شوكولاته كده اهو يا بنات على الطروف كده اهو، علشان كلها بقى تتعمل من تبقى شوكولاته على التاني. خلاص اهو بقى بظبطها كده. خرجي الهواء كده اهو منها وتبقى زي الفل. بصوا وتخرجوا بقى الهواء كده اهو يا بنات. يلا بقى نحطها في الفرن، نشوف هنحطها ونظبط الفرن عليه. هنا يا حبايب قلبي بقى هحطها في الفرن اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ومعايا بقى عامله المعلقه دي بظبط بها الصينيه اهو يا ولاد. تعالي كده يا بنات هظبط النار بتاعتها بقى اهو يا بنات. مش هعلي ازيد من كده واسيبها ولا هفتح عليها خالص. هي مظبوطه اهي وزي الفل. هشوف من تحت برضو اظبطها. هنا حبايب قلبي خلصت الكيكه اهي. دوت عاب صينيه. الصينيه عندي الفرن العرصه قلب كنت ظبطها ومفيش فايده، فهي هنا رقيقه وهنا عاليه فما فيش مشاكل يعني. كده خلاص اهي خلصت اهي يا بنات وبقت زي القشطه اهي. نخرجها بقى ودي الصدى برضو بتاع الفرن. اوريها لكم اهي. خرطوها انتوا بقى على ما تحبوا يا بنات. انت وراحتك بقى تخرطي الخرط اللي تحبيه. اهو يا ولاد شايفين جميله ازاي؟ بس انا مش عارفه امسكها بقى عشان طالعه من الفرن فمش هعرف امسكها. وهشه وجميله وطريه. شايفين طراوتها؟
بس المشكله انا مش عارفه امسكها يا حبايب قلبي. ده كان الفيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبكم وعند حسن ظنكم. ما تنسوش تحطوا اللايك واشتراكوا في القناه اللي اول مره يشوف القناه. فيديو جديد يا حبايب قلبي، واشوف وشكم على خير. سلام عليكم.